المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة للبيان المعلن بتاريخ 17 من شهر جماد الأول 1436 للهجرة عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن بمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني من هذا العام 1436 للهجرة، والتي نتج عنها القبض على 928 متهما بتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها. قد تمكنت أيضا الجهات الأمنية المختصة بتوفيق الله تعالى خلال أشهر جمادي الأول وجمادي الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال من هذا العام 1436 للهجرة من القبض على 1309 تسعة متهمين، منهم 453 متهما سعوديا، بالإضافة إلى 856 متهما من 35 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة. وذلك في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة تم التعامل معها بمقتضى الأنظمة، ونتج عنها مقتل 2 وإصابة 9 من المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات، واستشهاد رجل أمن وإصابة 25 من رجال الأمن بإصابات مختلفة. وقد تم ضبط 703 قطعة سلاح متنوعة مع المهربين والمروجين، منها 52 رشاش و584 مسدس و67 بندقية و28,460 طلقة حية متنوعة. وأوضح المتحدث الأمني بأن العمليات الأمنية أسفرت عن النتائج التالية: أولاً، ضبط 11,666,847 قرص انفيتامين. ثانياً، ضبط 12 طناً و21 كيلوغرام من الحشيش المخدر. ثالثاً، ضبط 13 كيلو و157 جراما و400 ملي جرام من الهيروين الخام، بالإضافة إلى 188 جراما و380 ملي جرام من الهيروين المعد للترويج. رابعاً، ضبط 3 كيلو و138 جراما من مادة الشو المخدرة. خامساً، ضبط 1,182,048 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي. كما تم ضبط مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ مجملها 16,929,727 ريالا. ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها. كما أكد حرص رجال الأمن بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات، والله ولي التوفيق.